باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة مريمينا مفرح القلوب. توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد، في كل طرقك أعرفه وهو يقوم سبلك. سفر الأمثال أصحاح 3 آية 5. رسالتك النهاردة مبعوثة ليك انت مخصوص من أم النور العذراء مريم. بركة صلواتها وشفاعتها تكون معانا كلنا. أم النور العذراء مريم جاية تزورك النهاردة وتفرح قلبك. هتدخل بيتك وتطرد منه أي نكد أو حزن أو مشاكل، وتمسح دموعك بإيديها. وسلام يسوع هيملأ أركان بيتك، هيكبر بخاطرك وهيستجيب لطلبك. يسوع يقدر على كل حاجة ومفيش أمر يعثر عليه. هيملى حياتك خير وبركة، هيدبر لك كل أمورك. ما تخافش من بكرة، زي ما حفظك امبارح هيحفظك العمر كله، وهيفاجئك بخبر يفرح قلبك. ومهما كان في حياتك ضيقة، افتكر ان ربك ماسك ايدك ومش ممكن ابدا هيسيبك. اطمئن، نعمته قادرة تغير حياتك في لحظة واحدة ويعوضك. ما تقلقش، يسوع مش ممكن يسيبك في نص الطريق، هيكمله معاك للآخر، وهيرزقك وهيدهشك بكرمه. وقريب قوي هيجي الوقت اللي هتلاقي الموضوع اللي شاغل بالك اتحل، ونفسيتك ارتاحت، وربنا عوضك عن كل الوقت اللي فات وعن كل حاجة ضاعت. هيريح قلبك ويبدل ظروفك الصعبة. إلهنا قادر على كل شيء، هيحمل عنك أحزانك ويجبر كسرك وينور حياتك. هينقلك لحياة جديدة كلها فرح وسلام وراحة بال. اتكل عليه من كل قلبك، وعلى فهمك لا تعتمد، ولا على نفسك ولا على أي حد، فقط على يسوع المسيح. وسلمه كل حاجة في حياتك، سلمه ضيقتك، مشكلتك، شغلك، بيتك، أسرتك، كل حاجة حطها قدامه وقول له اتصرف انت يا رب ودبر لي أموري. انت إله قوي وعظيم وغير محدود، لكن أنا ضعيف ومحدود ومتكل عليك انت وحدك. صدق انه هيطمنك وهيرد عليك، وهتلاقي نفسك مسنود وقوي، وبيديلك نعمة تقدر تتعامل مع كل شيء صعب حواليك في المواقف والظروف، وبيرشدك للطريق الصح والصالح. أبوك السماوي حنين جدا، هيفتح ليك كل الأبواب ويبعتلك حلول ما تخطرش على البال. تأكد إن اللي بيتكل على يسوع مش ممكن أبدا يخسر، بيفضل رابح وكسبان على طول. ثق إنه مش ممكن هيسيبك لوحدك، هيتدخل مهما كانت همومك أو الضغوط اللي انت بتمر بيها أو اللخبطة اللي في حياتك. هتلاقي سلام جواك، زي الآية ما بتقول في مزمور 94 عدد 19: عند كثرة همومي في داخلي تعزياتك تلذذ نفسي. زي طفل صغير ماشي في مكان كله خوف، لكن ماسك ايد أبوه، هيكون مش خايف لأنه واثق إن أبوه معاه. فخليك انت كمان ماسك في ايدين ربنا باستمرار، وافرح واطمن، عمره ما هيسيبك، هيدبرها ويفرحك. اوعى تخاف طول ما يسوع معاك، هيستجيب لطلبة قلبك. انت متشال جوه قلبه، ارمي حمولك عليه، هتتعدل وهينسيك هموم الدنيا وينجيك من اللي انت شايفه واللي مش شايفه. إلهنا صالح وقدير، واللي جاي معاه كله جبر خاطر وفرح. أحلامك
ممكنة جدا لديه، واللي على قلب ربنا ليك أجمل بكتير من اللي في خيالك. فلا تقلق ولا ترتعب، الرب يسوع يرتب لك دائما الأفضل، وحلوله فوق كل الحسابات. يقدر يغير القصة في آخر لحظة، فمش ممكن أبدا هيسيبك في ضيقتك وألمك. إلهنا حي، إلهنا قدير، هيعينك وهيسندك وهيريح قلبك من كل جهة، وهتشوف حكمته في الأيام اللي جاية لما يكشف ليك عن أمور أنت مش قادر تفهمها أو تستوعب ليه كل حاجة متأخرة ومتعطلة. لكن هتفهم كل أمر كنت معترض عليه كان ربنا كاتب لك فيه إيه، وهتشهد بنفسك إن توقيته أفضل من أي توقيت، لأن ربنا ساعته مظبوطة بكل دقة. هيجي في الوقت المظبوط ويفتح لك كل الأبواب المقفولة، ويحول كل رماد لجمال، ويعوضك. فالغير مستطاع عند الناس مستطاع عنده هو فقط. هو أبوك السماوي اللي خالق الكون كله، وعارف إيه اللي في مصلحتك وهيقربه منك، واللي هيتعبك أكيد هيبعده عنك، لأنه عايزك دايما فرحان. مش سهل عليه أبدا يشوف دموعك ويشوف قلبك حزين ومكسور، ولا هو له كل المجد واقف بعيد يتفرج عليك. لا طبعا، إلهنا بيدبر كل الأمور لخير أولاده، فكل الأمور تعمل معا للخير للذين يحبون الله. طمن قلبك، إلهك هيتدخل في مشكلتك ويحلها قريب قوي، ويخرجك منها بسلام وأمان. عمره أبدا ما هيسيبك كده حيران، ده انت ابنه الغالي، وزي ما كان معاك في كل اللي فات هيكون معاك في كل اللي جاي. خلاص هتفرح من قلبك، وزمن التعويض جايلك، لأنه مفيش مع إلهنا مستحيل. فكن مطمئنا جدا. آمين. بركة وصلوات أمنا العذراء مريم تكون معانا كلنا. ربنا يبارك حياتكم ويفرح قلوبكم. ولو حسيت إن الرسالة دي جاتلك في وقتها وإجابة لصرخة في قلبك، اكتب أمين يا رب لتكن مشيئتك وإرادتك، وشير الفيديو يمكن تطمن قلب حد كان محتاجها زيك. آمين.